من آلاف السنين كان فيه ذهب كتير مدفون في مقابر الفراعنة، لكن الفراعنة ما سابوش الكنز من غير حارس. اللي ياخد الذهب بيتأخذ معه. نقوش على الجدران كانت بتقول: من يلمس هذا الذهب سيوقظ الموت. لكن الطامعين ما سمعوش الكلام وفتحوا التابوت. فيه ناس ماتت بعدما سرقت تميمة ذهب، ناس اختفت في الصحراء وأجسادهم أتلقت متفحمة، وفيه اللي قلبه وقف وهو ماسك قطعة ذهب فرعوني. كنز توت عنخ اتشاف إنه أغلى كنز فرعوني، بس بعد اكتشافه مات أكثر من 20 شخص من الفريق بطرق غريبة. بعضهم مات بعدما لمس تيجان أو قلادة مرصعة بالأحجار. هل الفراعنة سحروا الذهب؟ ولا اللعنة مجرد تخويف للصوص؟ فيه علماء لقوا إشعاعات غريبة على بعض القطع، لكن محدش قدر يفسر. أزاي ممكن الذهب يقتل؟ لو لقيت قطعة ذهب فرعوني هتبيعها ولا هتدفنها تاني؟ افتكر دايما مش كل كنز معمول علشان يتحوز. فيه كنوز معمولين علشان يدفنوا اللي يلمسهم.